طب والله العظيم اللي بيحصل ده حاجه مستفزه. يعني اقل ما يقال ناس ما عندهاش دم، ناس طالعه من بعد ماتش الترجي عايزه تكسر فرحه الزمالك وخلاص. سابوا الماتش كله وسابوا مستوى الزمالك اللي اتحسن، وماسكين ده الزمالك كسب بضربه جزاء حرام. ضربه الجزاء دي كانت الهدف الثاني، والماتش انتهى 3-1. يعني مش ضربه الجزاء اللي كسبت الزمالك. شاغل دماغك وعمال تدور على ان الزمالك بيكسب بالتحكيم. نسيت ان الزمالك ده فريق من مصر، والمفروض ان انت مصري. ما سمعناكش طلعت اتكلمت وقلت الزمالك كان ليها ضربه جزاء في ماتش شباب بلوزداد. ما سمعناكش قلت ان ضربه الجزاء اللي اتحسبت لشباب بلوزداد اللي كسب بيها الزمالك ضربه جزاء وهميه. صفوا النيه واسلكوا لله. الزمالك المصري ما اسموش الزمالك الاسرائيلي، وانتوا جمهور الاهلي المصري مش جمهور الاهلي الاسرائيلي.